الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. أيها المستمعون الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحج رحلة مباركة وسياحة محمودة له ثماره اليانعة وفوائده المتعددة وبركاته المتنوعة، وإن للحج دروسا عظيمة تعود آثارها على الفرد والأمة. وإليك أيها المستمع الكريم عرضا مجملا لبعض تلك الدروس خلال الدقائق التالية. فمن دروس الحج العظيمة حصول التقوى للحاج، والتقوى غاية الأمر وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين، والحج فرصة عظيمة للتزود من التقوى. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأولو الألباب الذين خصهم الله بالنداء لتقواه في الحج يأخذون عبرة عظيمة للتزود من التقوى، فينظرون إلى أصل التشريع الإلهي ومكانته المهمة في الدين، ويعلمون أن صدق المحبة والعبودية لا تحصل إلا بتقديم مراد الله على كل مراد. فإبراهيم الخليل عليه السلام ابتلاه ربه بذبح ابنه الوحيد، وهذا بلاء عظيم، لأن أحب محبوب وأعز مطلوب عند الإنسان ولده الوحيد الذي ليس له سواه، والذي رزق إياه عند كبر سنه. فهنا تظهر حقيقة الامتحان والفلاح والسقوط. فالخليل عليه السلام أعطى المسلمين درسا رائعا للصدق مع الله، وذلك بتقديم مراد الله على مراد النفس مهما غلا وعظم. فإنه عليه السلام بادر إلى التنفيذ مع شدة عاطفته وعظيم رحمته ورقته وشفقته، فأفلح وأنجح في هذا البلاء العظيم، فرحمه الله وشل حركة السكين عن حلق ابنه بعد أن أهوى الخليل بها عليه، ففداه الله بذبح عظيم، وجعلها سنة مؤكدة باقية في المسلمين إلى يوم القيامة، ليعامل الله عز وجل معاملة المحب لحبيبه، فيضحوا بمرادات أنفسهم ومحبوباتها في سبيل مراد الله ومحبوبه. فإذا عرف الحجاج هذا المقصود الإلهي والحكمة العظيمة من تشريع الهدي والأضاحي، وأدركوا هذا السر العظيم، عادوا يحملون لباب الدين الصحيح الذي يجعلهم لا يتوانون عن تنفيذ شيء من أمر الله عز وجل، فلا تمنعهم لذة النوم وشهوة الفراش عن المبادرة إلى صلاة الفجر، ولا يمنعهم حب المال والجشع في طلبه من ترك الغش والغبن والتطفيف وأكل الربا وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة، ولا يمنعهم حب الشهوة والطمع في نيل اللذة من غض البصر ولزوم العفة وحفظ الفرج، إيثارا لما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نفوسهم وما تميل إليه طبائعهم ورغائبهم وشهواتهم. ولا يمنعهم حب الدنيا عن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بأموالهم وأنفسهم. وهكذا يستفيد أولو الألباب من هذا الدرس العظيم في الحج ما يتزودون به على التقوى. ومن دروس الحج العظيمة اعتياد الدعاء، فرحلة الحج من أولها إلى آخرها فرصة للدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، إذ يجتمع للحاج من دواعي الإجابة ما لا يجتمع لغيره من شرف الزمان والمكان ولحال الداعي وتلبسه بتلك الشعيرة العظيمة، ولكثرة المواضع التي يشرع فيها الدعاء وترجى الإجابة. فالطواف والسعي والوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى
كل هذه المواطن مواضع دعاء ومضان إجابة، وهذا يبعث الحاج إلى الإكثار من الدعاء في سائر أحواله في مستقبل أيامه. أيها المستمع الكريم، ومن دروس الحج اعتياد الذكر، فالذكر مقصود العبادات الأعظم، والذكر يتجلى غاية التجلي في الحج، فما شرع الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أكثر الحاج من ذكر الله في تلك المواضع أنس بالذكر واطمأنت نفسه به، وكان ذلك داعية لاعتياده والإكثار منه بعد عودته من حجه. ومن لطائف الدروس المستفادة من الحج اكتساب الأخلاق الجميلة، فالحج ميدان فسيح لمن أراد ذلك، فالحاج يتدرب عمليا على الحلم والصبر والمداراة وكظم الغيظ من جراء ما يلقى من الزحام والتعب والنصب، سواء في الطريق إلى الحج أو في الطواف أو في السعي أو في رمي الجمار، فيتحمل الحاج ما يلقاه من ذلك لعلمه بأن الحج أيام معدودة، ولخوفه من فساد حجه إذا هو أطلق لنفسه نوازع الشر، ولإدراكه بأن الحجاج ضيوف الرحمن، فإكرامهم والصبر على أذاهم دليل على إجلال الله عز وجل. فإذا تحمل تلك المشاق في أيام الحج صار ذلك دافعا لأن يتخلق بالأخلاق الجميلة بقية عمره. ومن ذلك أن يتعلم الحاج الكرم والبذل والإيثار، وذلك من خلال ما يراه من المواقف النبيلة الرائعة التي تجسد هذه المعاني. فهذا حاج يحمل والده على عاتقه، وهذا حاج يحوط أمه العجوز بلطفه ورعايته، وذاك يعطف على المساكين ويتلطف بهم، وذلك يصبر على ما يلقاه من أذى. كما يتعلم الحاج الشكر والرحمة والشعور بالآخرين إذا رأى المرضى والمعاقين والعميان وذوي العاهات، بل ويكتسب الأخلاق الجميلة إذا رأى من لا يدركون معنى الحج ممن يغضبون لأدنى سبب وتطيش أحلامهم لأتفه الأمور. فإذا رأى العاقل البصير سوء فعال هؤلاء انبعث إلى ترك الغضب وتجافى عن مرذول الأخلاق. ومن دروس الحج العظيمة التعود على انتظار الفرج، فإذا رأى الحاج جموع الحجيج المزدحمة عند الطواف والسعي ورمي الجمار ظن أن جموعهم لن تتفرق، وأنه لن يصل إلى مبتغاه من رمي الجمار أو إكمال الطواف أو السعي، وربما أدركه الضجر والملل، وربما أضمر في نفسه أنه لن يحج بعد عامه هذا، وما هي إلا مدة يسيرة ثم تنفل الجموع ويتيسر أداء المناسك. وهذا درس عظيم وسر بديع يتعلم منه الحاج عبودية انتظار الفرج، وهي من أجل العبوديات، فلا ييأس بعد ذلك من روح الله وقرب فرجه عز وجل مهما حلولكت الظلمة ومهما استبد الألم، سواء في حاله أو في حال أمته، بل يكون محسنا ظنه بربه منتظرا فرجه ولطفه عز وجل، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل. ولا بعد في خير وفي الله مطمع، ولا يأس من روح وفي القلب إيمان. ومن دروس الحج العظيمة تذكر الآخرة، فإذا رأى الحاج ازدحام الناس في صعيد واحد وبلباس واحد قد حسروا عن رؤوسهم وتجردوا من ثيابهم ولبسوا الأردية والأزر وتجردوا من ملذات الدنيا ومتعها، تذكر يوم حشره إلى ربه جل وعلا، فيبعثه ذلك إلى الاستعداد للآخرة، ويقوده إلى استصغار متاع الحياة الدنيا، ويرفعه عن الاستغراق فيها، ويكبر بهمته عن جعلها قبلة يولي وجهه شطرها حيثما كان.
ومن دروس الحج تحقق الأخوة الإسلامية، فالقبلة واحدة والرب واحد واللباس واحد والمشاعر واحدة والمناسك واحدة والوقت واحد، وهذه الأمور مدعاة للإحساس بوحدة الشعور وموجبة للتآخي والتعارف والتعاون على مصالح الدين والدنيا. ومن الدروس المستفادة من الحج اعتياد مراغمة الشيطان، فالشيطان عدو للإنسان مبين، ولقد حذرنا الله عز وجل منه وأمرنا باتخاذه عدوا فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمراغمة الشيطان مرضاة للرب جل وعلا، وهذا الأمر يتجلى في الحج، وأعظم ما يتجلى في رمي الجمار، فالحجاج لا يرمون الشيطان، وليس الشيطان بواقف لهم يرجمونه، وإنما يرجمون المواقف التي وقف فيها الشيطان لأبيهم إبراهيم فرجمه الخليل فيها، فهم يرجمون الجمار لا لمجرد التكرار وإنما للانتفاع والاعتبار. فعليهم أن يتأملوا كيف عرف أبوهم إبراهيم عليه السلام أن الذي وقف له شيطان ليصده عن تنفيذ طاعة ربه، حيث تمثل له 3 مرات ليثنيه عن ذبح ابنه، فرجمه إبراهيم 3 مرات كل مرة ب7 حصيات، وقال له: ليس لك عندي إلا الرجم، فخنس وخسأ وخاب ظنه ونكص على عقبيه. فأولو الألباب من الحجاج يعتبرون بهذا الرجم لمواقف الشيطان، ويأخذون من ذلك دروسا وعبرا ليعاملوا كل شيطان من شياطين الجن والإنس ممن يصرفونهم عن طاعة ربهم بالرجم المعنوي الذي هو بغضه وعصيانه ومراغمته والابتعاد عنه والاستعاذة بالله منه. فيعرفون أن كل من حاول صدهم عن طاعة ربهم أو فتنهم في دينهم أنه شيطان، مهما لبس من لبوس ومهما أظهر من تصنع. أيها الحاج الكريم، ما أكثر دروس الحج وما أعظم بركاته، فليكن لك من ذلك أوفر الحظ والنصيب لتفوز بسعادة الدارين. جعلنا الله وإياك من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.